وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو انت لسه جديد معانا، وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالى اما اقولك على فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم في حيدرآباد بالهند، وبنشوف الضابط ريشي وهو بيقبض على عصابة بتهرب مخدرات. فبيتصل واحد من العصابة بأرفان وبيقول له ان الضابط الجديد قبض عليهم وانه حرز البضاعة. فبيتصل أرفان بمفوض الشرطة موريتي وبيأمره انه يوقف ريشي ويفرج عن رجالته وكمان ياخد البضاعة ويوزعها. وبيستغرب ريشي من اللي عمله المفتش موريتي وبيقول له ازاي وهو المفتش المحترم انه يخضع لمجرمين زي دول. فبيقول له انه عمل غلطة واحدة في حياته وغلطته هي كارتيك. وبنشوف كارتيك وهو بيقضي وقته مع عيلته وبيلعب معاهم وبيخرج مع اخواته ومع مامته وبيهتم بيهم، وبيكون شعاره في الحياة ان العيلة بتبقى اهم من اي حاجة. وتاني يوم بيتفاجئ ان عصابة سلام ضربوا الحارس بتاع المخزن بتاعه وانهم سرقوا كل البضاعة. فبيروح كارتيك مع برتاب ابن عم كارتيك وبيوصلوا للقسم عشان يبلغ المفتش مورج بالسرقة، وبيتهم سلام وعصابته وبيقول ان البضاعة اللي اتسرقت منه تساوي 2 مليون. فبيتصل مورج بسلام وبيقول له ان كارتيك بيتهمه بالسرقة. فبيقول له سلام انه اداله 200,000 علشان يغطي عليه وانه هيديه زيهم عشان يخلصوا من المحضر. فبيقول مورج لكارتيك ان سلوم بريء وانه مش هيعرف انه يعمل محضر ضده. وفي الوقت ده بيقول له برتاب ان المفتش عاوز فلوس. فبيفهم كارتيك ان مورج محتاج فلوس وبيوافق انه يديله قرض، لكن مورج بيتضايق منه وعشان يخلص منه بيضطر انه يوافق انه يعمل له محضر ضد سلام. فبيمشي كارتيك وبيشوف في طريقه ساتيا واللي بيبقى ابنه موظف عنده، وبيكون واقف في مظاهرات ضد جامعة مصطفى لانها مافيا بتستغل الطلبة. وبيوصل كارتيك لبيته وبيتفاجئ ان باباه تعبان وان الدكتور بيقول ان سبب تعبه هو انه قلقان عليه لانه قاعد من غير جواز وانه نفسه يطمن على ابنه الوحيد. وبياخد كارتيك قرار وبيقول للبابا انه قرر انه يتجوز. فبتعرض عليه جدته صور العرايس وبيشوف صورة بوشبا اللي بتعجبه، وبتقرر جدته انها تعمل كل حاجة علشان تتمم الجوازة دي. وبتروح لبيت بوشبا قبل الميعاد وبتجهز عندهم كل الحلويات اللي بيحبها كارتيك. وتاني يوم بيروح كارتيك مع اهله لبيت بوشبا وبيستغرب ان الحلويات نفس طعم حلويات جدته، لكن جدته بتقوله ان العروسة ست بيت ممتازة. فبيفرح كارتيك وبيروح يتكلم معاها وبيوصيه برتاب انه يتكلم برومانسية. فبيروح كارتيك لبوشبا وبيقول لها ان عيلته هي اهم حاجة في حياته. فبتقول له بوشبا انها مش عاوزة انها تتجوز قبل ما تحقق حلمها في السفر. فبيقول لها كارتيك انها كبرت واتأخرت في الجواز، فبتتضايق منه وبتتعصب وبترفضه وبتطرده مع عيلته بالحلويات. وفي البيت بتكون جدته متضايقة منه هي وعيلته اللي بتكون معجبة ببوشبا. فبيقول لهم انه هيصالحها وبيروح لها في شغلها واللي بتكون فيه مدربة جيم، وبيطلب منها انهم يخرجوا مع بعض. فبتوافق بوشبا وبتخرج معاه وبيعتذر لها وبيقول لها انه معجب بيها، فبتفرح بكلامه. لكن فجأة بيقول لها انها عندها شعرة بيضة في شعرها وبينصحها انها تصبغ شعرها، فبتسيبه وهي متعصبة وبتلومه عيلته على اسلوبه الوحش. فبيقول لهم انه هيعتذر لها وهيقنعها انها توافق على الجواز منه. وتاني يوم بيروح لها وبيشوفها وهي بتركب السكوتر بتاعها وبيحاول انه يعتذر لها، لكنها بتكون مش عاوزة انها تسمعه وبتحاول انها تبعد عنه. فبتخبط في عربية واقفة وبتتعصب منه وبتتهمه ان هو السبب. وبيتفاجئ تاني يوم انها بتكلمه في التليفون وبتقوله انها هتيجي وتقابله. فبيفرح وبيقول لعيلته انها هتيجي تزوره، لكنها لما بتوصل بتدخل لكارتيك وبتخرج بسرعة. وبتستغرب عيلته وبيسألوه عن اللي حصل ما بينهم. فبيقول لهم انها لما خبطت العربية ساب اسمها وعنوانها على العربية، وسودار صاحب العربية راح لها وتعارك معاها، وانه اخد منها فلوس تصليح العربية كمان، وانها جت دلوقتي عشان تقول له انه يبعد عن طريقها والا هتبلغ الشرطة عنه. لكنه بيقول لها انه مغلطش وان سودار هيعرف في يوم قيمتها وانها انسانة كويسة، لكنها مش بتهتم بكلامه وبتسيبه وبتمشي. فبتتضايق منه عيلته. وفي نفس الوقت بنشوف أورفان وهو بيقتل صاحب القناة اللي زعت خبر المظاهرات ضد جامعة مصطفى، وبنعرف ان هو صاحب الجامعة. وتاني يوم بيبعت أورفان لسلوم صور لساتيا وفلوس وبيطلب منه انه يقتله. وفي نفس الوقت بيكون كارتيك مجتمع مع الموظفين وبيقول لهم انهم يستعدوا لوصول المعدات الجديدة اللي هترفع من مستوى شركتهم. وبعد الاجتماع بيشوف سوامي الموظف بتاعه وهو واقف مع ابنه ساتيا وبيحاول انه يقنعه انه يسيبه من المظاهرات وانه يشتغل معاه. وبيحاول كارتيك انه يقنع ساتيا ان عيلته اهم، لكن ساتيا بيقول له ان بلده هي عيلته الكبيرة
وبيترجى كارتك انه ينضم ليهم في انهم يعرفوا الناس عن مافيا الجامعات، وبيوافق كارتك. في نفس الوقت بتكون بوشبا مع اصحابها في مطعم، وبتتفاجئ بسودار وهو بيشكر فيها وبيعتذر لها عشان في واحد خبط عربيته ورفض انه يصلحها. وقتها بتحس بوشبا ان كلام كارتك صحيح، وبتندم انها رفضته. وتاني يوم بتروح عشان تعتذر له، لكنها بتتفاجئ انه رايح مع عيلته علشان يخطب واحدة تانية، وبيرفض انه يرجع لها. وبتتضايق بوشبا وبتحس انها بتحبه وان هو الزوج المناسب ليها، وبتقرر انها مش هتخسره. وبعدها بايام بتقدر بوشبا انها توصل لساندي وهي خطيبة كارتك الجديدة، وبتخدعها وبتفهمها ان كارتك شخص خاين، وانه كان خاطبها وهي كانت بتحبه لكنه خدعها وسابها، وانه راح بعدها علشان يخطبها. وبتقتنع ساندي بكلامها وبتفسخ خطوبتها مع كارتك، وبتروح بوشبا وبترجع علاقتها معاه. لكن في يوم بتشوفهم ساندي مع بعض وبتستغرب من بوشبا انها ترضى ترتبط بواحد خاين، وما بيفهمش كارتك ليه ساندي بتقول عليه خاين. فبتضطر بوشبا انها تحكي له عن اللي عملته عشان ترجع ليه، لكنه بيضايق منها عشان كسبها وخدعها ليه وبيسيبها. وتاني يوم بيتفاجئ كارتك بان العمال بتوعه مصابين في المستشفى، وبيقولوا له ان عصابة سلام هجمت عليهم وضربتهم وسرقت كل المعدات الجديدة. فبيروح كارتك علشان يبلغ المفتش مراج اللي مش بيعمل اي حاجة. فبيتعصب كارتك وبيقول له انه مفتش شرطة، وانه لو مكانه كان حل القضية دي في دقيقتين. فبياخدوا مورج وبيروح لسلام، وبيتريق مورج على كارتك وبيقول له ان هو المفتش اللي هيحل القضية. فبيتريق سلام على كارتك وبيلبسه الكاب بتاع المفتش، وبيعترف له ان هو اللي سرق منه المعدات. فبيمسك كارتك السلسلة الحديد بتاعت الونش وبيكسر لسلام عربيته الجديدة، وهو بيقول له انه مش هيسامح في حق عماله اللي اتضربوا، وانه هيوريهم كارتك الحقيقي. وبيضرب سلام وبيحدفه وبيهجم على رجالته وبيضربهم وبيطيرهم بسهولة، وبياخد معداته وبيمشي. وتاني يوم بيتفاجئ كارتك وهو قاعد مع عيلته بخبر قتل ساتيا، فبيحزن وبيروح عشان يواسي باباه. وبعدها بيعرف من اخته ديا انها كانت في حفلة في الليلة اللي اتقتل فيها ساتيا، وانها شافت القاتل وانها عاوزة انها تشهد. لكن عيلتها بتخاف عليها وبترفض، لكنها بتفضل مصممة. فبيطمنهم كارتك انه هيعرف انه يحمي اخته، وبيروح وبيقابل باري مدير الامن، وبيقول له انه عنده الشاهد على القضية، وبيطلب منه ان اخته تفضل بعيد عن القضية لغاية ما يتقبض على القاتل. وبيوافق باري وبيروح مع كارتك، وبتلبس دي نقاب عشان الرسام ما يتعرفش عليها وتبقى في امان، وبتوصف للرسام مواصفات القاتل اللي بيكون قرفان. وتاني يوم بيروح باري عند الجامعة وبيقول لديا انها كذابة، وان القاتل اللي وصفته هو شخص ميت. في نفس اللحظة بتشوف ديا قرفان خارج من الجامعة وبتشاور لاخوها عليه ان هو ده القاتل، وبنتفاجئ بان كارتك بيعرفه وبينادي عليه وبياخد مسدس باري وبيجري وراه، لكن قرفان بيخاف وبيهرب منه. بس كارتك بيقدر انه يضرب النار على العربية وبيوقفه، وبيجري وراه وبيضرب رجالته. لكن قرفان بيقدر انه يركب اتوبيس وبيهدد كارتك بانه يرمي طفل من الاتوبيس، فبيسيبوا كارتك يهرب وهو بيتوعده. وبيتصل كارتك بمورتي وبيقول له ان عرفان لسه عايش وانه هيرجع عشان ينتقم، فبيخاف مورتي من انتقام كارتك. وبيدور على ملف كارتك اللي بنتفاجئ انه ضابط شرطة، وبيقول مورتي الريشي انه فصل كارتك من شغله في القسم من حوالي 4 سنين، وان كارتك راجل ما عندوش قلب وانه مجنون وما بيهتمش حتى بعيلته. وبيحكي الريشي عن اول مرة اتعرف فيها بكارتك. وبنرجع للوقت اللي كانت بنت مورتي مخطوفة، وكانوا عاوزين مقابل انهم يسيبوها انه يفرج عن المجرم بيكشو، وبيطلب منه الخاطف انه يخرج بيكشو مع واحد من بره الشرطة. وبيجي كارتك اللي بيخدعهم وبيقول لهم انه بياع عصير، ولما بياخد بيكشو بيروح عشان يعمل بيه تبادل مع بنت مورتي. في الوقت ده بيعرف مورتي ان كارتك الظابط المنقول جديد للاسم، وهنا بيقدر كارتك انه ياخد المسدس من الخاطف وبيقتل بيكشو، وبيضرب رجالته وبيطيرهم وبيحدفهم يمين وشمال، وبيظبطهم وبيقول للخاطف انه لو سلم البنت هيتسجن 2 بس، لكن لو قتلها هيقتله في نفس اللحظة. وبيوصل مورتي وبيزعل لكارتك لانه بيخاطر بحياة بنته. في الوقت ده بيظهر الخاطف ومعاه بنت مورتي، وبيسلم نفسه وبيتفاجئوا بان كارتك بيقتله، وبيقول له انه بقتله فانه بينهي حياة مجرم. وبيستلم كارتك منصبه وبيكون شغله هو كل حياته، وبيقضي على المجرمين وبيقتلهم وما بيهتمش بعيلته ولا بيتكلم معاهم لانه دايما مشغول في الشغل. في الوقت ده بتكون ديفيا وهي معجبة بكارتك وبتصمم انها تتجوزه، وبتحاول انها تحدد معاه ميعاد لخطوبتهم. فبيوافق كارتك وبيحدد ميعاد. وفي الوقت ده بيسمع رئيس الوزراء عن المنطقة اللي
بيحكمها رؤوف، وده بيكون راجل عصابات ومسيطر بعصابته ودايما بيفوز في الانتخابات بالقوة، وكمان بيرشح ابنه أورفان بالقوة علشان يبقى عضو في البرلمان. وبيطلب رئيس الوزراء من الشرطة انها تأمن له زيارة المنطقة، وبيتقدم كارتك وبيقول له انه هيأمن له دخوله للمنطقة، وبيتهموا الكل بانه مجنون وان في ناس كتير هتموت، لكنه بيصر وبيقول لهم خطته. في نفس الوقت بيعرف رؤوف ان الشرطة هتدخل المنطقة، فبيقرر انه يحول المنطقة لبحور من الدم علشان يحافظ على مركزه في المكان. لكن عصابة رؤوف بتتفاجئ بان الناس المؤيدين لرئيس الوزراء يبقوا رجال امن مركزي متنكرين، وبيهجموا عليه وبيقتلوهم. وبيدخل كارتك وبيشارك في المعركة وبيضربهم وبيرمي عليهم المولوتوف بتاعهم، وبيقدر انه يوصل لرؤوف وبيقبض عليه لوحده بعيد عن رجالته عشان تتم زيارة رئيس الوزراء بسلام. وبيتجنن رؤوف وبيكون عاوز انه ينتقم من كارتك، لكنه بيقرر انه يستنى لبعد الانتخابات. وبيأمن كارتك الانتخابات وبينسى انه يحضر خطوبته، وبتزعل منه ديفيا لكنه بيعتذر لها وبتقبل اعتذاره. وبتظهر نتيجة الانتخابات وبيخسر رؤوف وبيخرج مع رجالته، وبيتجنن لما بيلاقي ابن وزير الداخلية بيحتفل مع حبيبته شاليني، وبيقرر انه يقتل حبيبته. وبيبعت رؤوف لوزير الداخلية مليار روبية علشان ابنه ما يشهدش ضد أورفان، لكن ابنه بيصر انه يشهد، فبتروح رجالة رؤوف وبتضربه هو واصحابه وبتحذرهم انهم يشهدوا. وبينتشر في الاخبار ان القاتل مجهول، فبتنظم مامة شانتي حملة علشان ترجع حق بنتها، وبيروح كارتك وبيوعدها انه هيقتله بنفسه. وبيبدأ يحقق في القضية ومش بيعرف انه يوصل لأي دليل، وبينسى ميعاد فرحه تاني. وبتروح ديفيا وبتقول لأهلها انها مش هتقدر تكمل حياتها مع واحد ما عندوش احساس، وبتلغي الجوازة وبتمشي. ولما بيرجع بيلوموا باباه وبيفهمه ان العيلة اهم من اي حاجة في الدنيا. وبيحاول كارتك انه يعتذر لباباه لكنه بيسيبه، وتاني يوم بيتصل بيه شاهد على قضية القتل، وبيروح عشان يقابله، لكنه بيتفاجئ باتصال من أورفان بيقول له ان الخوف هيمنع اي حد انه يشهد ضده. فبيتعصب كارتك وبيوعده انه هيقتله، وبيروح وزير الداخلية وبيأمر كارتك انه يبعد عن القضية، لكنه بيتفاجئ بان كارتك بيقول له انه مش هيبعد غير لما يقتل أورفان ويكسر عربية الوزير. فبيتصل الوزير برؤوف وبيقول له انه يبعد ابنه بره البلد لان كارتك مجنون ومصمم انه يقتله. وبيبعت رؤوف ابنه مع رجالته للمطار، لكن كارتك بيلحقه وبيقلب بيه العربية هو ورجالته، وبيضرب رجالة أورفان برجليه وبيطيرهم. وبيضرب أورفن، لكن أورفن بيقدر انه يضربه بالمسدس، وقبل ما يقع كارتك بيعرف انه يضرب أورفن بالمسدس هو كمان، وبيقدروا انهم ينقذوا كارتك، لكنه بيصمم انه يقوم علشان يقتل أورفن. لكن بابا بيقول له ان أورفن مات، فبيهدى كارتك وبيرتاح. بعدها بيترجى بابا مورتي انه يبعد ابنه عن الشرطة لانه ابنه الوحيد وخايف انه يفقده. وبيروح موريتي وبيقول للرؤوف ان كارتك مصمم انه يقتل ابنه، وانه عشان يحافظ على ابنه لازم انه يعلن ان ابنه مات ويعمل له جنازة. وبيضطر رؤوف انه يوافق علشان يحافظ على حياة ابنه، وقتها بيبعد مورتي كارتك عن الشرطة بتهمة انه قتل واحد من غير ادلة. ومن وقتها وكارتك اتغير وبقى بيتعامل مع عيلته على انها الرقم واحد في حياته. وبنرجع للوقت الحالي لما بيعرف كارتك ان أورفن لسه عايش، فبيروح وبيتكلم مع باباه عن ان مش العيلة وحدها المهمة ولا الشغل وحده مهم، والأهم هو انه يعرف يوازن ما بين شغله وما بين عيلته. وبيقرر يرجع لشغله بشخصيته الجديدة اللي بيتفاجئ بيها كل اللي كان بيشتغل معاه، وبيعمل خطة عشان يقدر انه يعرف يوصل لأورفن. وبيراقب تليفون رؤوف وبيقدر انه يوصل لأورفن فعلا، وكمان بيقتله عشان يبقى حقق وعده لمامة شانتي. وبيضرب رجالة أورفن ضربات مميتة وبيحدفهم زي الكورة، وبيتصل برؤوف وبيقول له انه قتل ابنه، فبيموت رؤوف بالسكتة القلبية. وبينتهي الفيلم بان كارتك بيروح لبوشبا وبيعتذر لها، وبيعرف انها عملت كل اللي عملته علشان بتحبه، وبيقول لها ان هو كمان بيحبها، وقرروا يكملوا حياتهم مع بعض. وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو انت لسه جديد، وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالى اما احكي لك فيلم النهاردة. بتبدأ احداث الفيلم سنة 1847. وقتها كان في ملك قوي جدا وكبرت امبراطوريته في كل انحاء العالم، وكان عنده زوجة جميلة وبتحبه ومهتمة بمكانته واولاده، وكمان كان عنده خدم بيعملوا كل طلباته والكل بيحبه وبيدايله. بس الملك ده بكل الثروة والنفوذ والزوجة والاطفال وحب الناس ما كانش بيعرف ينام ومحروم من راحة البال، مع انه كان متدين وبيؤمن بالعبادات والطقوس الدينية وماشي على منهج اجداده. وجرب كل حاجة، راح كل المعابد وعمل صلاة الغطس في الاماكن
الاماكن المقدسة وبرضه مفيش فايدة. فقرر يروح لكاهن يسأله ايه سبب قلة نومه وراحة باله. فبيقول له الكاهن انه يمشي في البلاد لحد ما يوصل لمكان يحضنه ويحسسه بالسلام زي حضن امه، وقوة وامان زي اللي بيحسه مع عمه. فقرر الملك انه يسيب ملكه ويمشي، وكانت مراته خايفة عليه. وبيسافر الملك لكل البلاد وبيزور كل الاماكن المقدسة، ومع انه راح كل البلاد بس محسش باي حاجة. فقرر انه يمشي في الغابة، وهو ماشي وسط الغابة سمع صوت خلخال بيرن، فوقف ومشي ورا الصوت وما كانش حاسس انه خايف لحد ما وصل لحجر الاله بنجورلي، وهناك حس بحضن امه وقوة عمه، فرمى سلاحه قدام الحجر ووقف يصلي. ولاول مرة من وقت كبير بيحس الملك انه فرحان، وفجأة بيظهر وراه قوم شكلهم غريب وبيسألوا عايز ايه، فبيقول لهم انه عاوز ياخد نص الحجر بتاع الاله بنجورلي مقابل اي حاجة يطلبوها. فبتحضر روح الاله بنجورلي جوه واحد منهم، وبيكلم الملك وبيقول له انه لو عاوز ياخد نص الحجر ويعيش في سلام وراحة بال وسعادة ورخاء، فبيقول له الملك انه موافق مقابل اللي يطلبه. فبيزعق بنجورلي بصوت عالي سمع كل الاراضي، وشرطه انهم ياخدوا كل الارض اللي صوته وصل لها ويعيش فيها قومه وعشيرته. وحذر الملك انه مش هيبقى لوحده لانه معاه روح جورجيا الشريرة. فبيوافق الملك على كل طلباته وخدهم ورجع لقصره، وعلقوا الزينة وعملوا احتفالات كتير، وحطوا نص الاله في مملكته، وبقت الارض والمملكة ملك القرويين بعد ما عدهم الملك. وبتيجي سنة 1970 وبيجي واحد من أحفاد الملك وبيحضر احتفال لنص الإله بنجورلي، وبيبقى أهل القرية كلهم متجمعين للصلاة، وبيبقى في واحد من أهل القرية زعيمهم لابس لبس غريب وبيفضل يرقص ويقول كلام غريب للإله بنجورلي. فبيتريق حفيد الملك على اللي هم بيعملوه، وبيطلب من القرويين إنهم يرجعوا الأرض لأنها مش ملكهم وملك أجداده، ولو ما خدهاش بالرضا هياخدها بالمحكمة والقوة. فبيضايق زعيم القرية وبياخد شعلة من النار وبيطلع يجري وسط الغابة، وبيبقى في طفل صغير اسمه شيفا وبيطلع يجري وراه ووراهم أهل القرية. وفجأة بيختفي الزعيم وبيسيب علامة في الأرض من النار، والمكان اللي بيختفي فيه بيتملي نار، بس ما بتنورش الغابة، ده بتخليها ضلمة أكتر. وحفيد الملك بتصيبه اللعنة وبيموت وهو بيرجع دم. وفي سنة 1990 بيجي احتفال سباق الجواميس، وبيجي الملك ابن الراجل اللي مات وهو بيرجع دم. فبيبقى موجود كمان جروفا شاب متدين، وعمه يبقى شيفا وهو المؤدي للاحتفال وابن الراجل اللي اختفى، والكل بيبقى موجود عشان يحضر الاحتفال وبيبدأ السباق، وبيبقى شيفا مشترك فيه. وبنعرف ان شيفا شاب قوي وبيحب الخير وبيدعو للسلام، وهو الطفل اللي شاف عمه وهو بيختفي. وبيدخل شيفا كمان سباق الديوك وبيفوز فيه وبياخد الرهان، وبتظهر نتيجة السباق، ولما بيقولوا له ان جواميس الملك هي اللي كسبت بيتضايق شيفا وبيضرب واحد من رجالة الملك واسمه رهان، وبيشكك في النتيجة، وبتحصل خناقة كبيرة بين رجالة الملك وشيفا واصحابه، وبيقدر شيفا انه يضربهم كلهم ويفوز عليهم. وفجأة وهو بيجري وراهم بتظهر كامبالا امه وبتضربه بالقلم لانه عامل مشاكل. بعدها بيعرف الملك باللي حصل وبيبعت يجيب شيفا واصحابه، وبيضرب رهان قدامهم بالقلم وبيتأسف لهم على اللي حصل وبيديهم فلوس كمان وميدالية السباق. وبتبقى مرات الملك واقفة وشايفة كل اللي بيحصل مع ابنها العاجز. بعدها بيمشي شيفا وبيرجع لبيته وبيدي عمه الفلوس اللي خدها من الملك، وبيسلم على جروفا، وبيروح يقعد مع رامبا وبولا اصحابه وبياكلوا وبيتكلموا على السباق، وبيتفقوا سوا انهم يطلعوا بالليل يصطادوا خنزير. فبتيجي كامبالا وبتطلع تجري ورا شيفا وبتضرب صحابه وبتزعق لهم عشان هيصطادوا حيوان من الحيوانات البرية. وبنعرف ان شيفا ساب المدرسة وما كملش تعليمه بسبب معاملة امه. في نفس الوقت بيبقى في ضابط اسمه مورالي جه علشان يمسك الاسم، وبيقبض على 2 شباب بيصطادوا من الغابة، وبيفضل يضربهم ويعذبهم علشان ما يقربوش تاني من الغابة، لحد ما بيجيله نائب مسؤول الغابة وبيشوفه وهو بيضرب المساجين، فبيزعق له بيقول له ان كده ما ينفعش، واهل القرية هيتلموا عليه ويضربوه اول ما يطلع من الاسم. فبيقف يفكر شوية وبيفرج عن المساجين وبياخد رجالته وبيروحوا الغابة، وهناك بيقفوا معاه خريطة علشان يعرف المكان، وبيلاقي مجموعة من اهل القرية واخدين اعشاب وورق شجر من الغابة وماشيين بيه. ولما بيحاول يوقفهم ويقول لهم يسيبوا الحاجة اللي معاهم، في نفس الوقت بيبقى شيفا واصحابه ماشيين في الغابة، ولما بيشوفوا اللي بيحصل بيطلع يجري
بيجري وبيتحموا فيه اهل القرية. فبيقف قدام مورالي وبيخلي الناس تمشي ومعاها الحاجة اللي واخدينها من الغابة، وبيقول لمورالي ان اي حد جديد بيجي بيبقى في الاول كده وبيسيبه وبيمشي. وفي الليل بيطلع شيفا للغابة مع اصحابه علشان يصطادوا خنزير، وبيفضلوا ماشيين في الغابة وشيفا بيحكي لهم قصص لحد ما بيقدر انه يصطاد خنزير. في نفس الوقت بيبقى في 2 من العسكر في الغابة، ولما بيسمعوا ضرب النار بيفضلوا يجروا ورا الصوت بس ما بيوصلوش لحاجة. وبياخد شيفا الخنزير هو واصحابه وبيروحوا يطبخوه وياكلوه. ولما شيفا بينام بيحلم باللي حصل معاه في الغابة وهو صغير، وانه بيشوف بنجورلي وبيطلع له في الحلم. فبيروح ينام جنب امه عشان يحس بالامان. وتاني يوم بتعرف كاميلا اللي حصل وبتضرب شيفا واصحابه وبيطلعوا يجروا. في نفس الوقت بيروح العساكر وبيقولوا لمورالي اللي حصل، وان الصيد لسه شغال، وانهم لقوا قطعة اثرية قديمة من تاج الملك في الغابة. فبيروح رهان لمورالي الاسم وبيقول له ان الملك عايز يشوفه ومستنيه. ولما بيروح مورالي للملك بيأمر الملك رجالته يحطوا في عربية مورالي فاكهة وخضار وكل نوع من انواع الرشوة. فبيبقى في اجتماع لمورالي مع رئاسته وبيطلبوا منه يقنع القرويين انهم يسيبوا الارض باي طريقة. بعدها بيبقى في احتفال وبيحضر الملك والكاهن وبيصلوا للاله وبيفرقعوا مفرقعات في الجو. فبيسمع مورالي صوت المفرقعات وبياخد عربيته وبيروح لهم. وفي الاحتفال بيشوف شيفا بنت جميلة بتلفت انتباهه اسمها ليلى، واول ما بيشوفها بينسى كل الموجودين وبيروح يقف قدامها وبيفضل ماشي وراها في كل مكان بتروحه. فبيجي مورالي الاحتفال وبيفضل يزعق ويقول لهم انه مش عايز يسمع مفرقعات، بس شيفا بيقف من تاني قدامه وبيفرقع مفرقعات. فبيتضايق مورالي وبيتخانقوا سوا. وبيدخل الملك وبيزعق لشيفا وبيمشي الظابط مورالي، بس بيبقى اهل القرية هجموا عليه. وتاني يوم بتروح ليلى وابوها لشيفا وبيطلب منه يكلم الملك علشان يوظف ليلى بعد ما خدت الشهادة في تدريب حراس الغابة. فبياخدهم وبيروحوا للملك وبيدوله شهادة ليلى وبيطلب شيفا منه يوظفها. وبتفرح ليلى بتصرفات شيفا وبتعجب بيه وبيعيشوا قصة حب وبيخرجوا سوا وبيعملوا كل حاجة مع بعض وبيبقوا مبسوطين بحبهم. فبتتعين ليلى في الاسم وبياخدها شيفا وبيوصلها لحد الاسم. ولما بتدخل بيبقى مورالي عامل اجتماع لكل العساكر، ولما بيشوفها بيتريق عليها علشان شغالة بواسطة. بعدها بياخد مورالي رجالته ومعاهم ليلى وبيروحوا يهجموا على القرية وبيتخانق مع اهل القرية. فبيروح واحد لشيفا وبيقول له على اللي مورالي بيعمله. فبيطلع شيفا يجري بسرعة عشان يلحقهم، وبيقول ابو ليلى ليها انها لازم تستقيل من الوظيفة اللي هتخليها تحارب اهلها. فبيهجم شيفا عليهم وبيضربهم كلهم، رجالة الشرطة ورجالة الملك، ومحدش بيقدر عليه. وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيضرب مورالي طلقة في الهوا فبيسكتهم كلهم. وبيهجموا على شيفا وبيكتفوا ايده وبيربطوه في الخشب. وبالليل لما بتروح ليلى بيبقوا اهل القرية زعلانين منها وبيقولوا لها تقلع هدوم الشرطة. فبتروح عند شيفا عشان تكلمه بس ما بيردش عليها، ولما بتقرب منه بيضربها. فبتزعق له امه انه مد ايده على بنت. وتاني يوم بيبقى محامي الملك بياخد توقيعات من اهالي القرية للاراضي. فبيجي شيفا وبيتخانق مع رهان وبيدخل الملك وبيزعق لرهان. وفي الليل بيعزم الملك شيفا واصحابه على الاكل، وبيبقى رهان وباقي رجالة الملك متضايقين من شيفا. وبيقول الملك لشيفا يروح معاه علشان يسقي المزرعة. وهما ماشيين بيطلب شيفا من الملك انه يشيل ليلى من وظيفتها علشان يقدر يرجع لها. ولما بيبعد الملك عن شيفا بيسمع شيفا صوت خلخال، فبيبص يمين وشمال وفجأة بيظهر قدامه روح بنجورلي في زعيم القبيلة اللي اختفى. فبيخاف شيفا وبيصرخ وبيطلع يجري وراه الملك. وتاني يوم لما بيصحى من النوم بيعرف انه كان مغمى عليه، وبتفضل امه تزعله انه بيدخل الغابة بالليل. ولما بيسمع ان مورالي جاي بيقف قدام عربيته ومعاه بندقية كنوع من انواع التهديد. وبيقرر شيفا انه يتحدى مورالي، فبيروح يجمع خشب من الشجر وبياخده يوديه لواحد يعمل منه بنادق. فبيفضل يروح الغابة ومعاه اصحابه والبندقيات ويضرب نار في الهواء عشان يشتت انتباه مورالي ويفكر انهم لسه بيصطادوا. بعدها بيروح شيفا للملك وبيحكي له على الصيد. فبياخد مورالي رجالته وبيروح يهدد شيفا انه ياخد اي حاجه من الغابه، بس شيفا بيستهزأ بيه وبيتريق عليه. وبيبقى واحد من رجاله الملك ماشي في الغابه وبيشوف شيفا وبيروح يقول للمورالي انهم بيطلعوا للصيد. وفي الليل بيبقى شيفا واصحابه بيقطعوا شجره، وفي نفس الوقت بيكون مورالي مع مساعد الملك اللي قال له انهم بيصطادوا وطالعين يدوروا عليهم. فلما بيلاقي صاحب شيفا عربيه مورالي بيديله اشاره، فبيطلع شيفا يجري، بس مورالي بيعدي بالعربيه وبتقع الشجره على العربيه. وبيفتكر شيفا واصحابه انهم كده ماتوا،
فبيقول لهم شيفا انهم لازم يهربوا ويفضلوا مستخبيين في الغابة. وبيفضل شيفا يحلم بنفس الكابوس وبيقوم مفزوع من النوم وبيخاف صحابه، ولما بيجوعوا بيرجعوا تاني للقرية بس من غير ما حد يشوفهم، وبيدخل كل واحد فيهم بيته ياكل، وبتبقى الشرطة بتدور في كل مكان لحد ما بيشوفوا واحد فيهم وبينادوا كلهم على بعض وبيطلعوا يجروا. وتاني يوم بتروح ليلى مع واحد من صحاب شيفا للغابة ومعاها اكل وبيعرفها مكانهم، فبيزعق شيفا ليلى وبيقول لها تمشي وبيزعلها بالكلام. فبيحس شيفا بانه زعل ليلى وبياخد السلاح وبيرجع للقرية بالليل وبيروح عند بيتها وبيصالحها وبيرجعوا لبعض. ولما بتروح ليلى لشيفا الغابة بيكون مورالي بيراقبها وبيقبض على شيفا، وبيقعد ليلى 15 يوم من الشغل وبياخد مورالي بندقية شيفا، ولما بيضرب نار بترجع الطلقة وبتيجي في وشه بدل ما تطلع في الهواء، وبيتصاب مورالي وبياخدوه على المستشفى وبياخدوا شيفا على السجن. ولما بيدخل السجن بيلاقي صحابه كلهم مقبوض عليهم في نفس المكان. وفي الليل بيتصل جرفة بالملك وبيقول له ان ورق الاراضي بقى في المحكمة ولازم يتصرف، فبيقول له الملك انه هيتصرف. وبتبقى مرات الملك سامعة وشايفة كل اللي بيعمله ويفكر فيه، وبيحكم القاضي على شيفا واصحابه انهم يدخلوا السجن كمشتبه فيهم. وبتروح كاميلا واهل القرية للملك عشان ينقذ شيفا، فبيقول لهم الملك انه مش هيعرف يطلعه بسهولة. بعدها بتروح ليلى لشيفا السجن وبتزوره، وبيبقى جرفة راجع من المعبد بعد ما صلى لشيفا عشان يخرج من السجن. فبيقابل الملك على الطريق وبيركب معاه العربية وبيشوفه واحد اسمه مهديفا، واللي بيبقى من اهل القرية وهو راكب مع الملك. في نفس الوقت بيبقى شيفا واصحابه قاعدين بيخططوا ازاي يهربوا من السجن. وفي الليل بيحلم شيفا ببنجورلي وهو بيعيط ويصوت. في نفس الوقت بتبقى في عربية جت ورمت جرفة قدام بيته مقتول، فبتطلع كاميلا تجري على جرفة وهي بتعيط وتصوت، وبتتعمل جنازته وبيروح الملك يعزي هو ومراته. وبتبقى كاميلا واهل القرية كلهم زعلانين على موت جرفة. بعدها بيرجع مورالي الشغل من تاني، وبتروح كاميلا وليلى لشيفا السجن وبيعرفوه ان جرفة مات. فبيفتكر شيفا الحلم اللي حلمه وبيزعل على موته، وبيفتكر حياتهم مع بعض لما كانوا صغيرين. وبيرجع لسجنه وهو بيعيط وبيصرخ من الزعل. وبتيجي رسالة لمورالي ان في قضية اترفعت عليه من الملك. وفي الليل بيبقى مورالي قاعد في بيته مع 2 من الرجالة، وبيقول للواحد فيهم يجيب خريطة الغابة. فبيروح عشان يجيب الخريطة وبيتصل على الملك وبيفتح التليفون وبيسمع الملك كل اللي مورالي بيقوله وبيخطط له، وهو انه مجهز كل الاوراق علشان يحول الغابة محمية طبيعية، وبكده تبقى كل الأوراق اللي مع الملك ملهاش لازمة. فبيتضايق الملك وبيقرر إنه يطلع شيفا من السجن عشان يقف قدام مورالي، وبيأمر المحامي بتاعه إنه يطلع شيفا بأي طريقة. في نفس الوقت بيبقى مورالي بقى لوحده وبيلاقي سماعة التليفون مرفوعة، فبيتصل بآخر رقم وبيعرف إنه رقم الملك. وبنعرف إن الملك هو اللي قتل جرفة بعد ما عرض عليه 5 فدادين من الأرض مقابل إنه يرجع له كل الأوراق بتاعة الأراضي لأنها من حقهم. وبيبقى الملك فاكر إن المؤدي اللي هو جرفة وابوه من قبله هما اللي بيتكلموا، وان مفيش حاجة اسمها بنجورلي. فبيحاول جرفة يفهمه ان روح بنجورلي بتظهر فيهم. فبيتضايق الملك من كلام جرفة وبيطعنه بالسكينة، وبعدها بيقول لرجالته ياخدوه ويرموه عند بيته. وبيخرج شيفا واصحابه من السجن، وبيبقى امه وليلى مستنينه بره. فبيسأل ليلى قدروا يجيبوا اللي قتل جرفة ولا لا، فبتقول له انهم ما قدروش. وبيجي رهان وبيقول لشيفا ان الملك عايز يشوفه، فبيروح له شيفا مع اصحابه وبيعزمهم الملك على الاكل. ولما بيسالوا شيفا عن اللي قتل جرفة بيقول له الملك ان مورالي هو اللي قتله ورماه بعربيته. وبيتضايق شيفا وبيطلع يجري وبيقول للملك لرجالته انه اول ما يخلص عليه يمسكوه ويحبسوه. فبيروح شيفا لعمه مهديفا وبيقول له ان مورالي هو اللي قتل جرفة، بس مهديفا بيقول له انه شاف جرفة مع الملك وبعدها الملك رجع لوحده. في نفس الوقت بيكون رهان واخد سلاح ورايح يقتل شيفا، وبيهجموا على شيفا وبيضربوا بعض، بس شيفا بيضربهم كلهم وبيعرف انهم رجالة الملك. فبيفتكر كلام مهديفا وكلام امه وبيعرف ان الملك هو اللي ورا كل اللي بيحصل. وبيروح شيفا لبيت الملك وبيقول له انه عاوز يشوفه بره وانه هيستناه. بعدها بيكون شيفا ماشي في الغابة وبيظهر بنجورلي، وبيطلع شيفا يجري ورا الخنزير اللي ظهر لحد ما بيقف وبتتجمع حواليه نار. في نفس الوقت بيكون مورالي مجمع اهل القرية عشان يتفقوا سوا ضد الملك، وبيعرفوا ان الملك هو اللي قتل جرفة. وبيرجع شيفا وبيتأسف لمورالي وبيقول له انهم لازم يتحدوا ويدافعوا عن اهل القرية. وبيجي الملك ورجالته وبيقفوا قدام شيفا واهل القرية ومعاهم مورالي، وبيقول لهم الملك ياخدوا الحجر بتاعهم ويمشوا ويديوا له ارضه، بس محدش بيوافق على اللي بيقوله. وبتقوم بينهم الحرب وبيقعد الملك يتفرج، وبيبقى شيفا بيحاربهم كلهم لحد ما بيضرب الملك بولا صاحبه بالنار وبيموت. فبيقع شيفا وبيهجم عليه رجالة الملك وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيموت. بس بتظهر روح بنجورلي وبتدخل في جسم شيفا، وبيقوم شيفا من تاني وبيعمل حركات غريبة، وبتفهم اهل القرية ان الروح حضرت.
وبيموت شيفا كل رجالة الملك، وبعدها بيقطع راس الملك نفسه. وبكده بيتحول شيفا لبنجورلي، وبيبقى المؤدي اللي بيعمل كل طقوس الاحتفالات، وبيتحد مع مورالي عشان يحققوا السلام. وبعدها بيختفي شيفا في نفس المكان اللي اختفى فيه بنجورلي، وبتبقى امه مبسوطة من اللي هو وصل له، وبتبقى ليلى حامل في ابنه. فيا ترى ابنه هيطلع زيه ولا لا؟ ده اللي هنعرفه لو في جزء جديد نزل.